كرة القدم الآسيوية والإفريقية والعربية، أهلا بكم في موعد من المواعيد الكبرى، في قمة من قمم الكرة العربية، حينما يلتقي زعيم الكرة الآسيوية مع وداد الأمة وأحد كبار القارة الإفريقية الكبير المغربي الذي يريد في المواجهة الثانية في هذا العام الهلال الذي تمكن من الانتصار في القمة الكبيرة في مونديال كأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب، وتمكن الهلال من الفوز آنذاك بركلات الترجيح. الفريق المغربي الذي يريد رد الثار للزعيم في هذا المساء وأن ينتصر على الهلال وأن يستغل ظروف الزعيم التي لم تكن ترضي جماهيره في بداية هذا الموسم. إذن الهلال السعودي الوداد المغربي، مباراة كبيرة مرتقبة مشاهدينا الكرام متابعي قنوات SSC في آخر لقاءات دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان. إذن هذا هو خيسوس جورجي جيسوس أو خيسوس كما يسمى المدرب البرتغالي الكبير اللي عنده صولات وجولات في عالم كرة القدم، مشاري القرني بانتظار الصافرة لهذا المساء ولهذه القمة العربية الكروية الكبيرة التي تجمع الزعيم السعودي والآسيوي. حصول الهلال على دوري أبطال آسيا 2019. الكرة ستنفذ الآن من روبن نيفيز البرتغالي، يلعب الكرة موجودة بالراس، والكرة خطيرة من كوليبالي، خطيرة من خالد كوليبالي. التهديد الأول للسنغالي وكابتن منتخب السنغال. كاد الهلال أن يسجل مع الدقيقة الأولى. شوف المحاولة الماضية، شوف اللمسة والراسية من كوليبالي، لكن الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. الكرة الماضية، شوف المحاولة. هذه الأجواء الأخوية العربية في قمة كبيرة جدا. كرة مستمرة إلى سالم يحاول، سالم يتقدم، يلعب الكرة إلى الحمدان، تصويبة من عبد الله والكرة لا تزال. لكن شوف الكرة الماضية التي جاءت لعبد الله الحمدان، وكاد الحمدان أن يسجل الهدف الأول لصالح الهلال والثابت أو لا، هذا سالم الدوسري. يعني هنالك لاعبين ممتازين جدا في الكرات الثابتة في الهلال. الكرة موجودة بالراس إلى خارج أرضية الملعب. المحاولة تعود وتصل لأمين أبو الفتح، التمريرة في خط النص على اليسار. زهير المترجي، يحاول زهير الهجوم لفريق الوداد الذي يبحث عن المساحة. محاولة مغربية أمامية خطيرة جدا، زهير يسدد والكرة إلى خارج أرضية الملعب. كانت من زهير المترجي اللقطة الماضية، وتسديدة لم تكن مركزة من جانب الجناح المغربي زهير المترجي. شوف الكرة اللي جاءت من منتصر اليتيمي لزهير، ولكن الهلال يلعب بالطقم الثاني في مباراة هذا المساء. الكرة مستمرة أمامية بحثا عن الحمدان. المحاولة تذهب وتعود من عبد الله الحمدان، يفتك الكرة وانطلاقة من الحمدان من اليسار، ممكن يمر، يحاول عبد الله، يعدي عبد الله والتمريرة، الكرة إلى ميشيل، خطيرة جدا، خطيرة جدا. يوسف المطيع يبعد هدف محقق لصالح الزعيم. شوف الضغط الموجود من عبد الله، المحاولة، ثم بعد ذلك محاولة العرقلة في الكرة الماضية من جانب اللاعب. وجماهير الهلال تحيي البرتغالي وتردد اسمه. شوف الكرة الماضية اللي جاءت من ميشائيل ديلغادو، لكن كان كرة هلالية ستلعب. شوف الشد والجذب الموجود بين البليهي ومنتصر، كرة موجودة بالراس، خطيرة جدا. الله على الكرة. شوف الكرة الماضية بالفعل من ميلينكوفيتش سافيتش.
هذه الكرة الماضية بالراس، حضر في مباريات كثيرة وسجل العديد من الأهداف مع فريق نادي لاتسيو الإيطالي. الكرة تعود الآن من جديد، لمسة وتمريرة إلى كانو حط الكرة إلى سعود عبد الحميد في الخلف، محاولة موجودة إلى خالد كوليبالي، أمامية الكرة مستمرة الآن خطيرة لصالح الهلال، تصويبة قوية من سعود عبد الحميد لفيس إلى محمد كانو بتمريرة طولية حلوة الكرة خطيرة، محاولة ميليكوفيتش جول سافيتش يسجل. شديد هذا الهلال، شديد الباس، احذروا يا ناس، لقد عاد لكم الزعيم. الكرة في الجول من الصربي الكبير. كنت أتكلم قبل دقائق بأن قوة في الهجوم من الخلف، بأن قوة في البطولة العربية انتهى لصالح الوداد 3-1 في عام 89. محاولة مستمرة، عبد الله الحمدان، عبد الله يتقدم بالكعب، جميلة ميليكوفيتش، سافيتش خطيرة جدا. شوف الكرة الماضية، سافيتش كاد أن يسجل، زولا يمشي كرة ممتازة في خط النص، تنقل الكرة في هذه الأثناء. مشاهدينا الكرام، متابعي قنوات SSC في الوطن العربي أينما كنتم، يطلق حكم لقاء صافرة معلنا يتواجد في أرضية الميدان، بالإضافة إلى سيف الدين بوهرة. يدخل الشوط الثاني، معيوب حراسة مرمى سعود، البليهي، كوليبالي، شهراني، كانوني في سافيتش، ميشائيل، سالم الحمدان. هذه اختيارات خيسوس، الكرة مستمرة موجودة، هنالك خطأ لمصلحة سالم الدوسري، خطأ موجود. ونشوف الآن اللاعب أمين أبو الفتح اللي كان تسبب بالخطأ الماضي على سالم الدوسري، كان التدخل قوي. شوف يعني بعض التدخلات، معليش يعني يا أمين بصراحة، التدخلات اللي مثل كذا ما لها داعي بصراحة. يعني شوف التدخل اللي كان من أمين أبو الفتح الليبي، والخسارة التي كانت في مباراة قوية ضد السد القطري. كلا المباراتين كانت على أرضية هذا الملعب. محاولة خطيرة للوداد، ولكن التغطية موجودة من ياسر الشهراني يستعيد جزءا من عافيته. شوف الكرة الماضية، بدأ وكأنه كان متسللا في اللقطة الماضية، كان متسلل اللاعب رقم 22 من فريق 0-0. بهذه النتيجة الهلال سيتأهل، بهذه النتيجة الهلال يتأهل، إلا إذا كان هنالك كلام آخر للوداد. قوية جدا الكرة الماضية، عرضية، ولكن الكرة تتخلص. شوف الكرة الماضية زي ما قلت لكم بأن هدف التعادل للوداد. حكم اللقاء أطلق الصافرة قبل أن يأتي الهدف، هدف التعادل الذي جاء من تسديدة. بدأ وكأن حكم المباراة علي الصباح أطلق الصافرة، لأن هنالك لاعب واقع على أرضية الملعب. سالم الدوسري كان واقع على أرضية الميدان. هل يحتسب الهدف في اتخاذ القرار النهائي والفاصل؟ ما هو القرار؟ سيعود إلى الفار، سيعود علي الصباح إلى الفار لمتابعة الكرة الماضية. بطاقة صفراء على البليهي. هد يا بليهي. نشوف علي الصباح يتوجه إلى الفار لمتابعة الكرة الماضية والهدف الذي جاء عن طريق أمين أبو الفتح. شوف الكرة من جديد، كان الخطأ موجود، ولكن القرار يعود لحكم المباراة. هل سيثبت الهدف أم أنه سيلغي هدف أمين أبو الفتح؟ نشاهد ونتابع، الكل يترقب لما سيحدث بعد لحظات. مشاهدينا الكرام،
شوف حتى اللاعبين كلهم متواجدين خلف حكم المباراة ينتظرون. اللقطة اللي أخذت وقت طويل من علي الصباح، ولا زال إلى حد الآن يفكر ويتابع الكرة في أكثر من زاوية. ما هو قرار علي الصباح؟ هذه الزاوية كذلك واضحة، ولكن القرار الفاصل والنهائي إلى ماذا سيشير الحكم علي الصباح؟ سيشير إلى وجود خطأ. الهدف يلغى إذن على الوداد المغربي، وبالتالي النتيجة تستمر 1-0 للهلال. 1-0 للهلال، هدف ملغي للوداد. شوف لاعبي الوداد غاضبين جدا من قرار حكم المباراة. لاعبي الوداد في حالة من الشحن والغضب الكبير والتوتر من حكم المباراة علي الصباح، والنتيجة تستمر إذن على حالها. تستمر النتيجة على حالها 1-0 للهلال. شوف الحكم يشير إلى وجود لمسة يد حتى كذلك. وبالتالي من جانب علي تتخلص الكرة من الشاراني. الشاراني يخسر كرته، ترجع للوداد. خطيرة خطيرة، محاولة منتصر للجيم، جول. الله، جول 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 جول. هدف التعادل للوداد. وداد الأمة يسجل الآن ويسعد عشاق القلعة الحمراء. 1-1 بعد خطأ فادح من ياسر الشارع. سعود عبد الحميد كنترول، سعود يحاول الهجوم، المحاولة، نيفز، جول. الله، الزعيم وإن تأخر سيعود، ولن يكون لأحد مفر. لن يكون لأحد مفر. روبن نيفيز، روبن نيفيز يسجل، يعني يحصل على الفرصة اللازمة. الكرة تعود الآن من ميشائيل. حكم اللقاء أشار إلى وجود صافرة وخطأ. لا لا لا، نشوف الكرة الماضية. شوف حالة الغضب. هذه الكرة إعادة، لمسة اليد اللي كانت موجودة، ثم بعد ذلك ميشائيل. أوه 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 أوه، هدوا يا شباب، هدوا يا شباب. نشوف حارس المرمى والشد القوي جدا بين اللاعبين. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شحن كبير في أرضية الميدان بين لاعبي الفريقين. وبالسلامة إن شاء الله لي. نشوف الكرة الأولى اللي كانت لميشائيل بينه وبين سيف الدين بوهرة. شوف محمد كنو اللي في هذا الاشتباك القوي بينه وبين أمين أبو الفتح وحارس المرمى.